السلام عليكم ورحمة الله، يا رب دايما بألف خير. الشعب الجزائري الغالي على قلوبنا كلنا، والشعب كلام فيه، يعني الكلام على الشعب الجزائري مش هيوفي حقه أبدا. الشعب ده أجمل من أي كلام ممكن يتقال. إذا نركن الحتة دي على جنب، شعب في قمة الجمال، في الشياكة، في الأدب، في كل حاجة. هما المادة الخام لكل حاجة جميلة. الشعب الجزائري العظيم ده، يعني لو جينا مثلا نقول في الشهامة يدوك دروس في الشهامة، في الجدعنة يدوك دروس في الجدعنة، في العزيمة والإصرار والكفاح والنضال والرجولة والكرم والشهامة يدوك دروس في كل ده يا باشا. كل اللي عليك بس هتجيب ورقة وقلم، كشكولك الجميل، قلمك الجميل، تكتب وراهم في الدروس. هيدوك دروس في الجدعنة، في الشهامة، في الكرم، في الصبر، في النضال، في الكفاح، في العزيمة، في الإصرار، في الرجولة، في كل حاجة هيدوك فيها دروس. الشعب الجزائري الجميل العظيم ده. موضوعنا النهارده طبعا سألوا اليمنيين اخواتنا وحبايبنا، سألوا اليمنيين عن رأيهم في الشعب الجزائري وعن الجزائريين. الرد كان صادم، الرد كان كبير، الرد كان قوي، الرد زعل ناس كتير قوي 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 قوي، الرد صدم ناس كتير قوي 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 لما سألوا اليمنيين عن الجزائر وعن الجزائريين اخواتنا وحبايبنا. هنا كان الرد من اخواتنا اليمنيين كان رد كبير ورد صعب، وزعل ناس كتير وخلى ناس كتير في حالة دهشة، وفي حالة جنونية غريبة، وفي حالة صدمة، وفي حالة يعني زعل كبير. طب ليه؟ قالوا ايه؟ طب هل اخواتنا الجزائريين لما سمعوا الكلام ده عملوا ايه؟ هقول لكم عملوا ايه وايه اللي اتقال، بس نروح نسمع ونشاهد ونرجع. يقول لك من أحبب شيئا أكثر ذكره. إحنا هنا بس بالجسد والقلب دائما في الجزائر، عشان كذا صرنا نهدر مع الجزائري، حتى أن الجزائريين يقول لي أنت تعود سوف، أنت جزائري، أنت ما نديك معانا. خلاص، كيف واحد. يا ودي هذه حاجة، اللي هذه حاجة شابة أصلية ولا ما هيش؟ أصلية 100%. إنتاجي أنا، إنتاج أخوك يعقوب. هذه كحلة وفحلة وتقرص كل نحلة يا أخويا. حاجة شابة، هذه تدي منها خلاص ما تسيبها والو. مرحبا بك، أنا يعقوب يحيى المرشدي من اليمن الله يبارك. ريمة، منطقة جبلية، الناس ملاح كيما تاع الجزائر، كيف يعني ولاد عم. ونخدمه هنا في مكة من حوالي 10 سنين 11 سنة، نخدم معاكم بزاف، نخدم مع الجزائريين، وهم ما شاء الله عليهم ناس ملاح وناس تعنيف، نحبهم ويحبونا ما شاء الله تبارك الله. يقول لك من أحبب شيئا أكثر ذكره. إحنا هنا بس بالجسد والقلب دائما في الجزائر، وإحنا نذكر الجزائر بالذات، يعني نحضر عليها ونقرأ عليش سميت الجزائر وولاية الجزائر وعبد الحميد بن باديس ومفدي زكريا، ونقرأ الكتب الجزائرية ما شاء الله، ثقافة وحضارة وتوفيات. ما كانش شعب عربي ضحي كين الجزائر، 1.5 مليون شهيد الله يبارك. أنا حبيت نروح على بسكرة عشان دقلة نور ساعة دقلة نور، حاجة مليحة. هي أفضل دقلة في العالم تقريبا. إحنا تعلمنا اللهجة الجزائرية من الناس ومن المحبة لهم، شعب طيب، حبينا نتعلم الهدرة تاعهم والثقافة تاعهم والمأكلة تاعهم. عشان كذا صرنا نهدر مع الجزائري، حتى ان الجزائريين يقول لي انت تعود سوف، انت جزائري، انت ما نديك معانا. حتى انا اعرف مثلا اللهجة هذه من اي ولاية في الجزائر. الغرب واه والهدرة تاعهم رافعة شوية ومفتوحة بزاف، كاين الهدرة تاع واد السوف وتاع، لانه تعلمنا كثير وعاشرنا ناس كثير، وعندنا اصدقاء بزاف ما شاء الله تبارك الله. من دقلة نور بسكرة يعطوني الدرجة الأولى وجربتها ما شاء الله. شوفها الدرجة الأولى، لولا أن العجوة مدعي لها من الرسول لقلت أنها أحسن منها. خلاص، أكثر كلمة جزائرية نحبها لما الجزائري يقول بزاف
ما كنتش افهم وش معنى بالزاف. سمعنا كلنا كل كلمة اتقالت، كل حرف اتقال، وشفنا بيانات. الكلام اللي اتقال عن الجزائر والجزائريين كلام مهم جدا وكلام كبير جدا وكلام عظيم جدا، كلام مش مبالغة مش مجاملة مش مزايدة فيهم، ده حقهم وأقل من حقهم بكتير جدا. طب الكلام ده زعل مين؟ أكيد ما زعلش الجزائريين أبدا، الكلام ده يفرحهم ويسعدهم جدا. لكن الناس المحروقة، الناس المتغاظة، الناس المولعة، الناس الشيطة، لما حد يطلع يتكلم كلمة حلوة عن الجزائر وعن الجزائريين، دول بيبقوا مولعين، دول بيبقوا مش طايقين الهدوم اللي عليهم، بتبقى نفسياتهم زفت، علشان هم اصلا نفسياتهم وقلبهم اسود فحم. ما يحب مخلوقين كده، تحس ان هم كده ان هم بيكرهوا الخير لاي حد، حتى كارهين ان حد يطلع يتكلم كلمة حلوة عليهم. طب انت مالك؟ انت غيران حقودي، انت مالك؟ دول ناس بيشكروا في شعب فعلا دي حقيقته، هي دي صفاته، والاسباب كتيره جدا اثبتها لك، بس نروح نكمل ونرجع تاني. فكنت اكررها حتى في المنام بالزاف بالزاف بالزاف. لما تعودنا على الجزائريين تعلمنا لهجتهم كامله ما شاء الله. والله انا نحب نروح على واد سوف او بسكرة لاجل التمر، وواد السوف عندي ناس هناك نحبهم بزاف بني هلال. تحياتي للجزائر والجزائريين كاع، واللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش، سيكون تويت ولايتي اي ولايه تسكن، تحياتي لك. لك يا مني انا اقول لك على مره واحد في تسمسيلت، بقول لك حاجه في تسمسيلت، رحت انا رندوفو مع شركه اسفار، ومش عارف ضاعت علي، كان في سكدو ديالي وكذا، وبعدين رجعت والتلفون كمان تبحر علي. واحد من تسمسيلت، السلام عليكم، قلت له اخويا بس ممكن تدلنا على محطه الحافلات؟ من وين؟ بالطريق، من وين؟ اليمن وكذا وكذا وكذا. قال لي وش قال؟ قلت له حصل معي كذا. جابنا من تسمسيلت لين الدار بسيارته مجان. قال لي روح اخويا، من اليمن نحبكم ونموت عليكم. فدائما حتى مثلا انا في هذه الشركه الحافلات الكبيره دي تاع المحطه هنا، سائق نزل من السائق يقول لي تعال امشي من هنا. الجزائريين يحبوا اليمنيين، اكتشفت هذه استغربت منه، يحبوا اليمنيين بزاف. وعلى بالك نحن في اليمن، نحن صغار، في حاجه اسمها التربيه اجتماعيه، يدرسون احنا على التاريخ الجزائري، على الثوره الجزائريه. فمن احنا هنا عرفنا الجزائر انه ايش الثوره والنضال والامير عبد القادر وقسنطينه هذه كلها نحن درسناها اصلا. نحن في اليمن نحن مقرر علينا في التربيه الاجتماعيه اللي دراسه عن الدول اللي فعلا كان عندها ثورات مؤثره، مش فقط في المحيطيه في القاره، لا في العالم. فالثوره الجزائريه مؤثره حتى في جنوب امريكا. فالجزائر نحبهم، يحبونا ويحبوا كذا، يحبوا اليمين. صراحه انا عن نفسي كيمني ما حصلت اختلاف في التعامل ما بين انه انا جزائري او انه انا يمني او انه جزائري، ما كان اي اختلاف. بالعكس كان احس انه يمني في الجزائر عايش، احس انه هذه ميزه لي. قلت من شويه حاجات كتيره جدا هثبتها لك. انت دايما لو حصل اي ازمه في اي بلد تانية بعيد عن الجزائر، ربنا يحميهم يا رب دايما ويحفظهم، بتلاقيها الجزائر دي، بتلاقي ان الجزائر اول بلد واول شعب بيدعموا البلد المتضرره التانية دي، بيقفوا جنبها ويدعموها ويقدموا المساندات ويقدموا المساعدات ويقدموا كل حاجه، وما بيعملوش حساب لاي حد تاني، ولا حد بيديهم كلمه ولا حد بيديهم اوامر، وصوتهم وراسهم من دماغهم وبس، بيخافوش من حد ولا بيهابوا حد غير من اللي خالقهم، بس كده. اذا هنا في الرجوله والشهامه يدوك دروس في الجدعنه، يدوك دروس يا باشا، دروس كده من غير فلوس كده، اتعلم بس، هات ورقه وقلم وكراسه كده واكتب الشعب الجميل العظيم ده. في بلاد تانية ودول تانية لما بيحصل لهم اي مشكله او اي حاجه يجروا ويخبطوا على البيبان الجزائريه، لان هم عارفين ان اول بيبان هتتفتح مش هتترد في وشهم، وهيطلعوا هيساندوا هيدعموا ويمد لهم الايادي علشان يدعموهم ويقفوا جنبهم ويساندوهم، مش هيتخلى عنهم زي ناس تانية. علشان كده الشعب ده في حته تانية. تعالوا نروح نكمل ونسمع الكلام الجميل ده ونرجع. اول ما جيت هنا جلست في العاصمه من مطار هوار مادي، وسكنت في فندق قريب من المطار، وبعدين رحت على تلمسان. فتلمسان بقت في قلبي هي الاولى، لانه جلست فيها يمكن هناك جلست 4 أسبوع قريب الاسبوع في تلمسان، بعدين عاودت رجعت على العاصمه. فبقت تلمسان في قلبي لاني اول ولايه، يعني العاصمه
من باب الزوار وعلى طول على تلمسان. وانا في الطريق نشوف ذاك الطبيعه الجمال كذا، واو 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 واو، نشوف الاسامي الولايات في الطريق، وبقيت قلت لا لازم ازور الولايات. الحين انا زرت 24 ولايه، في قلبي نكملها 48 ولايه ان شاء الله باذن الله، بس الحين زادوا التقسيم الجديد. فالولايات الجميله جدا الولايات، انا حبيت تلمسان العاصمه اعتقد ما لا خلاف عليها العاصمه. حبيت تيبازا جميله جدا. حبيت البويره اللي فيها تكيتا، البويره ما شاء الله تبارك. بجايه، جيجل، شكيكدا، ولا دي الساحل، سطيف العاليه خاليه. هذه سطيف نموت عليها. شوف الحكومه سطيفيه لان المدام فسطيف نحبها كمان، نحب سطيف. زرت باتنا. بس اكثر ولايات اللي نحبها بزاف قريبه على قلبي بزاف هي سطيف، بجايه، وتلمسان. روعه نموت عليه، نحبه. القرب تروحي مثلا تروحي قصر المشوار، قصر الزيانين اللي موجود في تلمسان، تروحي مقارة، اكبر مقارة موجوده يمكن او ثاني اكبر مقارة في العالم موجوده في تلمسان، القبس. واو، حاجه. حسب ما انا عرفت انه هذه كانت مقارة ممتده من تلمسان الين المغرب، والثوار كانوا يدخلوا من الاسلحه وكذا، كان بعد لا قلقوها. حاجات كثيره هناك. عندك شلالة لوريط في تلمسان، خصوصا اذا عندك سياره مش حق عندك مليون الف منطقه في الجزائر تروحي تجلسي فيها وتعيشي اللحظه مع نفسك. انا اشجع اي انسان عربي يجي يستقر في الجزائر. انا نشجع والله بجد، لانه الجزائر اول حاجه المناخ حقه جميل جدا. المناخ الجزائر عندك 4 فصول. يجي الشتاء ينزل الثلج، تقدر تشوف الثلج. الصيف عندك البحار ما شاء الله تبارك الرحمن، من اجمل الشواطئ اللي انا شفتها في حياتي اللي فينا موجوده في الجزائر. الخضار، الطبيعه، التضاريس، الوديان، الجبال، اشياء. الطبيعه هنا في الجزائر خرافيه. فانا والله عن نفسي انا نشجع. والمعيشه كمان فيها معيشه غاليه، معيشه بالنسبه لباقي الدول العربيه. الجزائر من الدول المعيشه حقها رخيص بالنسبه مقارنه باي حد من خارج الجزائر. فانا نشوفه مثلا نجي نعمل مقارنه، نحسبها في راسي مثلا ما بين دبي، ما بين مصر، سوريا، العراق، ماليزيا، تايلاند، جنوب افريقيا، حسب الدول اللي انا زرتها، المكسيك. اي حد بيطلع يشكر الشعب الجزائري والجزائريين ما بيبقاش كلام كده ان انا بجب عليك، او ان انا بقول كده وخلاص هباء، او ان انا مثلا ببالغ او بجامل او بزايد عليك. مفيش الكلام ده، لان المواقف هي اللي بتثبت. في ميزان اسمه ميزان المواقف. تعالى نوزن، نحط الموقف، نحط اي شعب، نحط المواقف ونحط اي شعب على الكفه كده. المواقف هنا كفتها هتطب. طب ده لو اي شعب تاني. طب لو حطينا المواقف مع الشعب الجزائري، الشعب الجزائري كفته هتطب، هي اللي هتطب، هي الكفه الاتقل. ليه؟ لان المواقف والظروف الصعبه والازمات بتبين المعادن الاصليه، بتبين الرجال، مين الرجال اللي بجد. يعني لو حصل مشكله، حصل ازمه، دي اللي بتبين الرجال. من اول حد هيجري، من اول حد هيدعم، من اول حد هيساند، من اول حد هيدافع، من اول حد هيقف ويتكلم كلمه حق ويحامي. مين؟ في كل المشاهد شفنا الجزائريين وشفنا الجزائر. بعد كده كله بيجي بعدين، وفي اللي ما بيروحش ولا بيسأل ولا هنا خالص. لكن اول شعب يتقدم الصفوف الجزائريين، الشعب الجزائري. اول ايادي بتتمد الشعب الجزائري، مش اي حد تاني. علشان كده في حته تانيه. شعب مضياف، شعب كريم جدا. يعني لما تكون هناك، نازل هناك، يشيلوك يا باشا فوق الراس، يشيلوك فوق الراس ويقابلوك احلى استقبال، وتتكرم هناك وتاخد وجبك 23 قراط، تبقى مزاجك مظبوط وفي السماء وانت هناك، تبقى لدرجه ان انت مش عاوز تنزل بلدك تاني، لان ما انت في وسط ناسك ووسط اهلك واصحابك وجيرانك، وده اللي انت بتحسه هناك، وده احساس مش هتلاقيه في اي حته تانيه. عشان كده الشعب ده مختلف، وشعب جميل جدا جدا جدا. واي كلمه عليهم لا هم جمله، ولا احنا بنبالغ، ولا احنا بنزايد، ولا بنقول اي كلام. ده حقيقه، وبالرغم من مفيش كلام هيوفون حقهم ابدا، عشان هم احلى من اي كلام حلو ممكن يتقال.
في النهايه انا استمتعت جدا معاكم، يا رب انتم كمان تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا. اللايك والشير والتعليقات الكتير عشان يوصلكم كل جديد. حلقه بكره ضرب نار ما فيهاش هزار، ما تروحوش بعيد علشان تستنونا بكره، ولازم نتكلم كلنا ونشوف موضوعنا بكره هيتكلم على ايه، بس هو موضوع جامد جدا جدا جدا. وفي الختام لكم مني دايما سلام.